بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق حبيبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. بدأت النهاردة اللايف بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، ودي أجمل حاجة نبدأ بيها السنة. ربنا يا رب يرزقنا شفاعته، اللهم أمين يا رب العالمين. لحظات أو دقايق معدودة وهنودع 2023 وهنستقبل عام جديد هو عام 2024. أتمنى من ربنا إنه يكون عام سعيد على مصر وأهلها وعلى إخواتنا العرب والمسلمين، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ينصر إخواتنا في حربهم على المحتل الغاشم عدو الإنسانية. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عام خلص، كان فيه من الأحداث الرياضية كتيرة، وكان الأهلي هو صاحب نصيب الأسد في 2023. الزمالك كان الأكثر تعرض للأزمات والإخفاقات. هنستعرض مع بعض النهاردة معاكم تاريخ السنة اللي فاتت والموسم اللي فات كله اللي مرت على القطبين، وهنستقبل إن شاء الله عام جديد مع منتخبنا وبطولة كأس الأمم الإفريقية. وطبعا نتمنى إن منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بالفوز بالبطولة ب7 ألقاب يجي من بعده منتخب الكاميرون ب5 ألقاب. إن شاء الله المنتخب يحقق اللقب الثامن، ويكون عام 2024 عام كله بطولات للكورة المصرية. طبعا الكل في مصر أو الغالبية مختلفين على اختيارات الجهاز الفني للمنتخب. ليه خد فلان وساب علان؟ أصل فلان ده مستواه نازل، أصل ده ما بيلعبش، أصل ده مصاب، لا ده فلان كان الأحق، وكلام كتير في الأيام اللي فاتت. والحقيقة ان احنا تعدادنا 100 مليون واكتر. طبعا لو قلت لكل واحد حط لي قائمة للمنتخب، اعتقد ان مفيش 2 هيختاروا نفس القايمة. احنا طول عمرنا كده، احنا شعب بطبيعته بيحب الكرة قوي، بيبقى حاسس ان عنده ادراك جامد ان هو ممكن يحط قائمة المنتخب. بس انا عايزه اقول ان الجهاز الفني للمنتخب هو طبعا المسؤول الاول والاخير عن اختياراته، والمطلوب مننا اننا نقف وراه. لازم نقف ورا منتخبنا، لازم يكون في حضور جماهيري، لازم ندعمه. الاسماء الموجوده كلها مش وحشه، والتوفيق من عند ربنا. هم لو اجتهدوا، لو هم عندهم روح فعلا وعايزين يكسبوا، عندهم اصرار المكسب، هيكسبوا حتى لو كانوا مين. فنتمنى انهم يحققوا البطولة ان شاء الله، والمنتخب يظهر بشكل كويس. نتمنى انه يعمل حاجة الموسم ده ان شاء الله. اما بقى عن الاهلي والزمالك، فكان زي ما قلت للاهلي نصيب الاسد، وحصد الاهلي معظم البطولات اللي شارك فيها السنة دي في 2023. الاهلي تمكن من الفوز بلقب الدوري الممتاز بعد ما فقدوا موسمين للمرة 43 طبعا في تاريخه. كمان في عام 23 حصل الأهلي على كاس مصر المرة 38 في تاريخه، بالفوز طبعا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية. ولك بقى أن تتخيل أن الأهلي في عام 2023 حصل على السوبر المصري 3 مرات. المرة الأولى كان قدام الزمالك وفاز الأهلي 2-0. المباراة الثانية كانت قدام بيراميدز وفاز الأهلي 1-0. وكان السوبر الثالث للأهلي في 2023 قدام فيوتشر وفاز الأهلي 4-2. في دوري أبطال إفريقيا استطاع الأهلي استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا بعد ما خسروا في العام الماضي قدام الوداد المغربي، عشان يرجع الأهلي ومن نفس الملعب مركب محمد الخامس ويحصد اللقب ال11.
وفرض الهيمنة والسيطرة على القارة السمراء، وبيتربع الأهلي على عرش الكورة الإفريقية. في كأس العالم للأندية في بداية عام 23 حصل الأهلي على المركز الرابع، وفي آخر 2023 حصل الأهلي على ثالث العالم، وطبعا حصل على البرونزية، وده كان في المملكة العربية السعودية طبعا، ونجح في تحقيق الفوز المباراة الأولى قدام فريق اتحاد جدة السعودي ب3 أهداف مقابل هدف، واتهزم أمام فلومينينسي البرازيلي 2-0 في نص النهائي، وحصل المركز الثالث بعد الفوز على أوراوا الياباني 4-2. في السوبر الإفريقي للأسف الأهلي خسر لقب السوبر الإفريقي قدام اتحاد العاصمة الجزائري على استاد مدينة الملك فهد في السعودية. في الدوري الأفريقي للأسف بتستمر عقدة فريق صن داونز مع الأهلي، وخرج الأهلي من دوري السوبر الإفريقي قدام صن داونز، وتعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في مصر، وخسر 1-0 في جنوب أفريقيا. في المجمل كان عام 2023 عام استثنائي للنادي الأهلي، واستطاع الأهلي الحصول على 6 بطولات مع كولر: الدوري وكاس مصر و3 سوبر مصري ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لبرونزية كاس العالم للأندية. فكم أنت عظيم أيها الكيان، كم أنت عظيم يا أهلي، وإحنا بنفتخر إن إحنا أهلوية وبنشجع أعظم نادي في الكون. بالنسبة للزمالك، واجه الزمالك سنة من التخبط والأرقام السلبية، وخسر جميع البطولات والألقاب المحلية والقارية، ده غير طبعا عقوبة إيقاف القيد. خرج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا العام الثاني، يعني ده تاني عام على التوالي يخسر فيه دوري أبطال إفريقيا، وخرج الزمالك من دور المجموعات المعتاد، وحصل على المركز الثالث بمجموعته خلف الترجي التونسي المتصدر وشباب بلوزداد الجزائري الوصيف. كمان خسر الزمالك الدوري وأنهى الدوري في المركز الثالث برصيد 60 نقطة. خرج الزمالك من دور قبل النهائي لبطولة كاس مصر عن نسخة الموسم قبل الماضي بركلات ترجيح، والمباراة دي كانت في شهر يناير، ولعب بيراميدز مع الأهلي في المباراة النهائية. وخرج الزمالك من كاس الرابطة، ولعب الزمالك مباراة وحيدة في بطولة كاس الرابطة، وكانت قدام البنك الأهلي، وانتهت بخسارة الزمالك، ويودع الزمالك المسابقة في وقت مبكر جدا. انسحب الزمالك من المشاركة في بطولة السوبر المصري اللي أقيمت في شهر مايو الماضي بسبب كهربا، ويشارك بيراميدز بدل الزمالك أمام الأهلي. والإنجاز الوحيد للزمالك في 2023 هو صعود الزمالك للمباراة النهائية لكاس مصر عن الموسم الماضي لمواجهة الأهلي، ده طبعا بعد فوزه، وعمل طبعا مباراة كبيرة جدا مع بيراميدز انتهت بالتعادل 3-3، وحسم الزمالك المباراة والصعود إلى النهائي بضربات الترجيح. كمان تأهل فريق الزمالك لدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، ووصل للنقطة رقم 10 في صدارة مجموعته، وضمن بشكل رسمي التواجد في الدور المقبل. وآخر الأحداث في 2023 في نادي الزمالك هو رحيل مجلس إدارة مرتضى منصور بالكامل بعد تقديم استقالة رسمية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتقام انتخابات نادي الزمالك في شهر أكتوبر الماضي، وجاءت بمجلس جديد برئاسة الأستاذ حسين لبيب، واستقرت الأمور بعض الشيء في نادي الزمالك، ونتمنى التوفيق للجميع. نتمنى الكل يكون بخير، عام جديد إن شاء الله يكون سعيد على الكل، على كل الجماهير المصرية. لحد هنا انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو اشترك معايا على قناتي على اليوتيوب أو على صفحتي على الفيسبوك، يشرفني وجودك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.